للاسف للاسف تنجح سبيس تون انها تفاجئني، لان عمري في حياتي ما كنت اتخيل انها تدبلج النوع ده من الاعمال. طيب، فيديو جديد وعمل جديد مدبلج على سبيس تون جو، والعمل اللي هنتكلم عنه النهارده هو زيت مان. نزل منه حتى الان حلقتين تقدروا تشوفوهم بشكل مجاني بالكامل على تطبيق سبيس تون جو. انا بصراحه واحد وانا داخل اتفرج على زيت مان ما كنتش اعرف عنه اي حاجه خالص، لا اعرف حاجه عن القصه، ولا سمعت الياباني ولا الانجليش بالدبلجه، ولا اعرف الفايب حتى بتاع العمل ده عباره عن ايه. بس كان باين من البوستر الترويجي بتاع سبيس تون يعني في داركنس شويه، في حدوته مختلفه عن الحواديت العاديه اللي سبيس تون بتحكيها. وده كان بقاله فتره ابتدى يحصل، يعني ان سبيس تون مش مجرد الانميات التاريخيه القديمه استوديو نيبون انيميشن، ريمي القناص والحاجات دي كلها، لكن بقالها فتره بتتجه للانمي الياباني اللي شكله ياباني جدا، زي الخدمه الخفيه، تومبو، ومؤخرا طبعا العمل المفضل الى قلبي على سبيس تون جو هو هاي كيو. فابتدت سبيس تون تتجه لنهج بصري مختلف شويه عن اللي احنا متعودين عنه في الاعمال بتاعت سبيس تون، لكن المشكله في النهج القصصي. ايه ده تيفو سيمباي، انت شفت؟ ايوه، انا شفت اول حلقتين وجاي اكلمكم عن رايي. لكن قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تدعموا الفيديو باللايك والقناه بالسبسكرايب. طبعا اهم حاجه لا تجعل مشاهده الانمي تلهيك عن واجبك الديني والدنيوي. ويلا بينا نبدا في الفيديو على طول. طيب، وقبل ما نتكلم مع بعض عن الدبلجه خلونا نتكلم عن العمل ذات نفسه، وخلوني اقول لكم رايي في العمل ذات نفسه حتى الان وصولا للحلقه الثانيه. قبل ما نتكلم عن القصه، الرسم بتاع الانمي ده حلو جدا، تمام. الارت ستايل ذات نفسه، طريقه رسم الملامح مميزه وحلوه، تمام. الاوستات كويسه جدا. طبعا احنا لسه في الحلقه الثانيه، فما شفتش او ما سمعتش اوستات بالقدر الكافي اللي يخليني اقول اوستات مميزه زي ايه، زي كونان مثلا او هانتر او كده. وحتى الان حلقه اولى شدت انتباهك جدا بغرابتها، وحلقه الثانيه خلاص حطيت لك القصه هي على طبق من فضه وبتتحرك بيك لقدام. وكان معتاد تنبيه بالحرق لاي حد لسه ما شافش الحلقه الاولى او الثانيه من زيت مان، روح اتفرج عليهم وتعالى نتكلم مع بعض سوا. طيب، قصه العمل باختصار بتتكلم، خلوني اقراها لكم زي ما هي مكتوبه بالظبط على سبيس تون جو. زيت مان يحكي قصه عالم غارق في الفساد، حيث تتصادم مفاهيم العداله بين شخصين نشأا معا لكن اختارا طريقين مختلفين. جين كانزاكي الذي يمتلك قوة غامضة تجعله يتحول إلى زت، فيقاتل لحماية الناس بأسلوبه الخاص دون الالتزام بصورة البطل المثالي. وفي المقابل يسعى كوغا لأن يكون رمزا للعدالة المطلقة، مؤمنا بأن القوانين والمبادئ الصارمة هي الطريق الوحيد لإنقاذ العالم. وده اللي شدني في العمل جدا، عجبني الدايناميك، عجبني الكونتراست ما بين شخصيتين، شخصية كوغا وشخصية جين. رأيك ايه يا تيفو سيمباي حتى الآن في الأحداث؟ رأيك ايه حتى الآن في العمل؟ العمل حلو جدا، الأحداث حلوة جدا، القصة مشوقة intriguing. اوكي، في حاجة أنا عايز أكتشفها أكتر في العالم ده، لكن في عيب قاتل وحيد حتى الآن في العمل مع مدار أول حلقتين: السرعة رهيبة قوي. العمل فيه تسارع رهيب. انا ما بلحقش ايه ده، فين، مين، ايه ده، ازاي، ايه اللي بيحصل. بشوف قدر رهيب من السرعه، الاحداث بتتحرك بسرعه جدا، لدرجه ان زي ما قلت لكم في حاجات انا مش فاهمها. ده فجاه احنا كنا وهو طفل، ظهر الوحش، ظهرت الصداقه، ظهرت الاعداء، ظهرت المنظمه، ظهرت الوحوش، مش عارف ايه، مش عارف ده ماتت، مش عارف ايه، رحنا الحلقه الثانيه كبر، شاب، اتقابل، انفصلوا، مش حاسس ان كان المفروض اخد بيلد اب مختلف شويه، اهدى شويه. يعني اللي شفته في الحلقتين دول كان ممكن اشوفه في 4 حلقات وانا مبسوط قوي. ليه؟ عشان اتعلق بجين وافهم واحط نفسي مكانه شويه، عشان اتعلق بكوجا واحط نفسي مكانه شويه، عشان يبقى عندي حب للشخص اللي انا المفروض احبه كطيب، وكره للشخص اللي انا المفروض اكرهه كشريره، او على الاقل افهم الكونتراست، المورال اللي ما بين التضاد اللي ما بين كوجا وما بين جين. فالتسارع ده العيب الوحيد اللي شفته حتى الان في زيت مان، لكن رسم ممتاز، انيميشن ممتاز، اوستات ممتازه، قصه حلوه، عالم مختلف وغريب وجديد، رسم وارت ستايل حلو. مشكلتي الوحيده معاهم في التسارع، لكن القصه وبناء العالم وبناء الشخصيات حلو. فغالبا وصولا للحلقه السادسه مثلا هنكون اكتشفنا اكتر، وهاجي اتكلم معاكم اكتر على
احنا وصلنا لحد فين في الاحداث، وهل انطباعي عن الانمي اتغير ولا لا. انطباعي عن الانمي فقط حتى الان وصولا للحلقه الثانيه هو 8 من 10، وفي اوقات تانية ممكن اقول لكم 9، لكن خلوني اثبت على 8 لان برضو لسه في مجهولات كتيره ومش فاهم برضو التوجه اللي هم هياخدوه في الحلقات المستقبليه. واخيرا نخش على القسم اللي احنا جايين الفيديو ده كلنا عشانه، وهو قسم الدوبلاج على سبيس تون. وخلوني كالعاده نتكلم مع بعض عن المميزات والعيوب. اول ميزه من المميزات وهي شاره البدايه. كان نفسي يعملوا شاره نهايه مختلفه، لكن على عكس ما حصل في هاي كيو ان هم جابوا لك موسيقى خبط ولزق كده من النت، لكن في زيت مان عملوا شاره بدايه من اول حلقه. سمعتها لاول مره اوكي عاديه. سمعتها في النهايه بتاعت الحلقه الاولى it grew on me. سمعتها في بدايه للمره الثالثه، يعني في بدايه الحلقه الثانيه. مع نهايه الحلقه الثانيه اوريدي كنت عمال برددها وحافظها، وزيت مان زيت مان حر لا يهان. عجبني اللحن ده اتدفى تقريبا الشاره بصوت علاء الخشي، لو انا بنطق الاسم صح يعني. I think I'm butchering the names. انا بسفح الاسامي لاني مش عارف قوي طريقه نطق الاسماء السوريه، لكن I think هو ده علاء الخشي. الشاره حلوه جدا، الصوت دافي جدا، اللحن والفايب بتاع الشاره مهيئني صح. دي بقى عبقريه شارات سبيس تون اللي بتبقى مختلفه او جديده، مدخلني جدا جوه العالم. يعني الشاره باللحن الموسيقي بتاعها، بالكوردات الموسيقيه بتاعتها، بالجمل، بالكلمات حتى، دخلتني جدا جوه العالم. طيب وتاني ميزه معانا في الدبلجه وهي كالعاده يعني رجعت الحمد لله سبيس تون بقى اللي انا اعرفها، وهي الاعداد الفني او الاعداد اللغوي والصناعه النص والسكريبت في العمل ده كانت على اعلى مستوى. حافظ على شبابيه العمل، حافظ على الالفاظ المرعبه الياباني جدا اللي احنا متعودين عليها في الانميات الياباني الصرفه. فكره ان انت ان احنا اقوى من البشر يعني ما تفهوش من الموضوع، ما عملوش الانمي على ان هو كرتون للاطفال، لا ادوله قيمته وادوله الاحترام الكافي اللي كان محتاجه عشان يدي امباكت دايركت في قلوبنا. النص كان حلو جدا، الحوارات كانت حلوه، اللغه كانت جميله جدا، كانت منطقيه. الحوارات كانت منطقيه. يعني في الفيديو اللي فات قلت لكم ان هاي كيو ما كانش منطقي، يعني كانت كل جملتين بحكمه، والسياق والاعداد والحوارات والنص كان فيك مبتذل مفتعل. لكن هنا طبعا وده اختفى على مدار الحلقات اللي بعديها في كيو، لان واضح ان هم اول ما دخلوا بقى في كور القصه والمباريات والكلام ده كله خلاص رجع الاعداد الخرافي لسبيستوني اللي احنا عارفينه. لكن زيت مان من اول حلقه انا شفت الاعداد الخرافي، دخلت جدا جوه العالم ده، ما حسيتش ان دي تجربه سبيستونيه انا داخل ريفيو التجربه دي، لا انا داخل اتفرج على انمي ياباني صرف مسموع بلغه عربيه ومحسوس بقلب عربي سبيستوني. ولو جينا لثالث حاجه عجبتني في العمل على طول قبل ما نخش على اختيارات الاصوات ونبتدي نفصص، وهي اختيارات الاصوات. تمام. اولا العمل من الاشراف الفني للاستاذ وائل هندي او وائل الهندي. عمل او اسم انا اول مره اسمعه نهائي في تاريخ متابعتي لسبيس تون. ممكن منكم ناس تقول لي لا ده اشرف على العمل الفلاني، ده كان موجود هنا عمل كذا كذا. ما سمعتش اسمه لا في سبيس تون ولا بره، يمكن لاني مش متابع بره كتير قوي. لكن اول حاجه شدت انتباهي هو التجديد. صوت البطل لما اتكلم، مين ده؟ صوت الشخصيات التانية وهي بتتكلم، هو انت المؤدي الفلاني ولا المؤدي الفلاني؟ عاجبني جدا تنوع النبرات، عاجبني جدا ان هم ما خدوش العمل لتوجه ستيريوتيبيكال. يلا طبعا عظماء، طبعا اساطير، لكن مش كل حاجه يلا مروان فرحات، رأفت بازو، سمير الجندي، محمد خالد حسون، مش عارف كذا كذا، الكام نبره المعتادين اللي احنا ما بنسمعش غيرهم. لا، شفنا اخيرا نبرات جديده ومتنوعه وعدد وفير من الممثلين. يعني لو شفتوا شاره النهايه هتقروا لا التتر غني بالممثلين، ودي من الحاجات اللي عجبتني جدا لانها ساعدت ان هي تكون تجربه جديده وفريش. طيب واخيرا نخش على قسم الاصوات وتقييمي للدبلجه وللشخصيات دي كلها. طبعا همسك في الشخصيات المين، الشخصيات الرئيسيه اللي واضح ان هي تبقى رئيسيه واللي ظهرت معانا في الحلقه الاولى والحلقه الثانيه.
وبعض الشخصيات الجانبيه خلاص هسيبها، لان يعني كده همسك كل شخصيه فاهم، هنقعد في الفيديو هنا لحد بكره يعني. لكن خلونا نمسك في شخصيه البطل، تمام، جين كانزاكي، اللي هو طفل انا ما كنتش عارف مين دي، مين اللي بتأدي صوته. يعني زي ما قلت لكم العمل بعيد عن الاستيريوتايب، يعني اللي هو كل الاصوات رغده الخطيب مهجة الشيخ مش عارف ايه. فالبطل على الاقل كان نبره صوته حلوه جدا، وهي صغيره اديها 10/10. كانت لايقه جدا على جو طفل مشرد جديد ما يعرفش حاجه عن الحياه. صحيح أني أتذكر ذكريات سعيدة، لكنني حزين، فقد جاءهما اتصال وغادرا بسرعة. 10,000. لو جينا لصوت كوجا وهو طفل، خلونا نقيم اصوات الاطفال الاول. كان ممتاز جدا. نبره الاستاذه مهجة الشيخ ما كانتش النبره الاستيريوتايب اللي بتجيبها الميدوريا، النبره اللي بتجيبها لهيناتا، النبره اللي بتجيبها لساكاميتشي، لا، ادت نبره طفوليه شويه، فيها من نبرتها النسائيه، فيها من نبرتها الولاديه، وعملت تركيبه كانت حلوه جدا ولايقه على شخصيه كوجا. كما توقعت. ألم أخبرك أن تناديني إذا وقعت أي جريمة؟ نحن فريق واحد، أنا وأنت وكونوها أيضا. عملنا في فريق يسهل علينا اتخاذ الإجراءات المطلوبة لحل المشكلة. وكانت مناسبة للي احنا استلمناه. يعني ده أكتر حاجة عجبتني، إن نبرة البطلين دول وهم أطفال كانت حلوة ومناسبة وملائمة للي احنا استلمناه منهم وهم كبار. وبصراحة الطفلين أديهم 10/10 مستريح. تمام. لو جينا لشخصية جين كانزاكي لما كبر، عمل صوته سامر السفاف. ما سمع مين ده؟ انا فاكر اني سمعت صوته تقريبا في ناروتو شيبودن على ستارز بلاي، تقريبا كان هو اللي بيعمل شيكامارو في بوروتو او حاجه كده، او في ناروتو شيبودن. لكن مش فاكر اني سمعت اسمه كتير. ممكن يكون عمل اعمال قديمه مع سبيس تون قبل كده، بس مين ده؟ اداؤه 10/10، وكانه بيمثل بقاله سنين مع سبيس تون. نبره صوته خرافيه، 10/10. اداء، نبره، تقمص، احساس مختلف وملائم جدا للي انا حسيته وفهمته من الشخصيه، 10/10. تكمله على الروح والفايب اللي احنا خدناه من المؤديه بتاعت الطفل، وجودا ليه لما كبر وبقى ناضج شويه. فهم مسكوا الكاركتر ارك صح جدا. هل تذكرينني؟ كونوها، علي مساعدتك لأخفف عنك. سأجد وظيفة بدوام جزئي، وإذا طبقنا خطتك فسيموت الجميع أيضا، ولكن إن ماتوا معا فلن يشعر أحد منهم بالوحدة. صوت سامر السفاف في شخصية جين اديله 10/10. ولو جينا لشخصية تانية وهي شخصية كوجا اللي قام بتأديتها بعد ما كبر الفنان عمر مولوي، وده كان برضو اختيار بيرفكت. اولا ملائم جدا على الشكل، ملائم جدا النبرة، حاسسها الاحساس حلو، وبرضو زي ما قلت لكم مستلم الروح والفايب من الحلقة الاولى، من لما كان طفل بأداء مهجة الشيخ، بعد كده لما كبر وبقى الفنان عمر مولوي الاداء حلو جدا، راقي جدا، اديله مستريح 10/10. جين، إذا كان على أحد أن يفعل هذا فأنا سأحقق العدالة. هذا خبر رائع. توقف، فحساباتي ليست خطأ، فهي أفضل اختيار لوضعنا الحالي. هذا خطر عليهم. هل تنوي قتلهم جميعا؟ طيب بالنسبة لي خلصت كده الشخصيات الرئيسية. لو جينا لعيب واحد، ولسه هنكمل تقييم للأصوات، لكن لو جينا لعيب واحد وهو إن سامر السفاف أو شخصية جين لما كان بيتحول لزت، حاسس إن هو كان المفروض النبرة تتغير، الصوت يتغير، يبقى فيه تعديل إلكتروني، الممثل يتغير. حاسس إن في حاجة ما كانتش راكبة، لكن خلونا مع الوقت نتعود على ده، فمش هقيم ده قوي. نيجي للشخصية هنا بقى. أنا هسمي الشخصيات بوصف وظيفي وباسم المدبلج. شخصية ضابط الشرطة اللي قعد مع جين وهو صغير في المستشفى، اللي قام بتأديته محمد الخير أبو حسون، عظيم، 10/10، خرافي. وإيه اللي خلاه خرافي؟ طبعا إن النبرة لايقة، الإحساس حلو جدا، التمثيل رائع جدا جدا جدا. أنا على مدار الحلقتين دول ما سمعتش غير تمثيل يلمس قلبي جدا. المثير للإعجاب في الشخصيه دي، وانا ليه بتكلم عنها بالاعجاب ده؟ لاني اول مره، شوف انا متابع لسبيس تون بقالي قد ايه، اول مره اسمع النبره دي للفنان محمد الخير ابو حسون. هذا تذكار من جدك.
لم يمر سوى يوم واحد وبدأت المشكلات. اسمعني يا فتى، يجب عليك أن ترفع رأسك عاليا، فلن تجد الأمل مرميا على الأرض. أملك أيها الفتى هو هذه السيدة. هي مش ميجوري ومش جراية ومش النبرة الخشنة لا، هو ولا فريزة ولا حاجة، هو جاب تركيبة مختلفة جدا ونبرة كانت لايقة قوي على الشخصية. شابو 10/10. لو جينا لشخصية الأب الغريب باللحية طويلة اللي أداها الفنان مأمون الرفاعي، أنا هنا أديله 8/10 7/10، لكن خلوني أثبت على 8/10 لأن نبرته كانت حلوة جدا. لكن حاسس إن شخصية زي دي، على فكرة شخصية زي دي ما تخيلش أبدا إني أسمع نبرتها غير بمأمون الرفاعي، لكن كان المفروض بقى يبقى منهك أكتر، مرهق أكتر، اللي هو لكنه كان ايوه يا ابني انت لازم تعمل كده، وكان بيتكلم بحيويه زياده قوي غير ملائمه على راجل خلاص المفروض في اواخر ايامه وبيموت. عندما تهاجم الأشرار اجعل هدفك إنقاذ الأبرياء حتى تتحقق العدالة، هل فهمت؟ وفي طريقك إلى تحقيق العدالة ربما يؤدي عنفك إلى إيذاء الآخرين والكراهية بين البشر. أنا لا أقصد الإيذاء الجسدي المعتاد يا عزيزي جين، ولكني أقصد الأذى النفسي يا بني. الشخصية الأب معانا بأداء الفنان مأمون الرفاعي تاخد 8/10. ولو جينا للشخصية العالم الساينتست الشرير مش فاهمه ايه هو مين هو، لسه هنفهم ده على أكتر مع العالم اللي قام بتأديته الفنان واصف الحلبي. نبرة يعني 10/10. النبرة خشنة، النبرة ملائمة، الشكل حلو، مش معتادة دايما فيما يتوجه إليه الفنان واصف الحلبي في أدواره. عجباني جدا وملائمة، واديله طبعا زي ما قلت لكم 10/10. ولكن في شخصية سمعت صوتها في الآخر، او اللي هو زي ما قلت لكم شخصيه الراجل اللي هو شعر اسود نازل على وشه ده ولابس بدله وبتاع، واضح ان هم تبع منظمه ما. الصوت ده انا سمعته في الاول وقلت سامر الجندي. وما ليه كتير سامر الجندي. بعد كده سالت بعض الاصدقاء الملمين برضو بسبيس تون، بيقولوا لي ده الفنان قصي قدسيه. اسم اول يعني مش اول مره اسمع بيه، طبعا سمعته قبل كده كتير لكنه مش مشارك بكثره في الاعمال. هيا فلتكبر بسرعه، أتيت لأنهي أمر من خالف القواعد، فقد تحول من دون طلب الإذن. أكره قليل الخبرة، إذن سبب لنا المتاعب على الرغم من أننا نريد العيش في هدوء. أدي لنبرته 10/10 مستريح، ملائم جدا للخبث، ملائم جدا للغموض اللي يلف ويحيط بالشخصية زي دي. ودي بصراحة أكتر حاجة عجباني في الدبلجة وأكتر حاجة عجباني في التجربة بتاعت زيتمان مدبلج على سبيس تون جو، إن المشرف الفني ما استرخصش، ما استسهلش، ما قالكش رأفت باز ومروان اساطير يعرفوا يعملوا اي شخصيه واي دور، لكن حاسس ان هو دور في قصه الانمي، ودور في المدبلجين العربي، ودور في النساء، ودور في الرجال، عمل واجبه صح. يعني هو ذاكر العمل صح لحد ما وصل للنبرات دي، وما قالش خلاص محمد الخير ابو حسون يلا ادي نبرتك، محمد مش عارف سامر الجندي ادي نبره، قصيده قدسيه ادي نبره، سامر سفاف ادي نبره، مش عارف ايه، خلدون قروط ادي نبره. لا، هو ركز مع كل واحد على الاهتمام بنبره واضحه ومحدده ومميزه وملائمه جدا للرسم وملائمه جدا للشخصيه والروح والتمثيل والاحساس. وطبعا في نهايه قسم الدبلجه تقييمي للدبلجه وهو 10/10 مستريح. الدبلجه 10/10 جدا بصراحه يعني. بس كده سيدي، ودي كانت كل حاجه عندي في الفيديو بتاع النهارده. وكالعاده السؤال اللي بنختم بيه الحلقه، يا تيفو سيمباي تنصحنا نتفرج على زيتمان بالدبلجه العربي، ولا هتستنى على النصيحه دي شويه، ولا تنصحنا نروح نتفرج عليه بالياباني او الانجليش؟ اجابتي وبلا منازع ابدأ حالا اتفرج عليه بالدبلجة العربي، واتفرج معانا اسبوعي، لان الدبلجة حلوة وواضح ان هي مع المستقبل هتحمل لنا مفاجآت وحالة اكتر من كده. فتقييمي زي ما قلت لكم للدبلجة 10/10. خش حالا اتفرج عليها، ملائمة جدا، الاعداد حلو، التحريفات يعني مينيمم جدا، حجب الدموية ما كانش مستفز الى حد كبير،
المصطلحات والمفاهيم والقصة وكل حاجة متحافظ عليها بشكل مثالي ومتجملة بغلاف وغطاء سبيستوني بالدبلجه العربي. وزي ما قلت لكم دي كانت كل حاجه عندي اقولها في الفيديو بتاع النهارده. ما تنسوش تقولوا لي رايكم في الكومنتات، ايه رايكم في زيتمان وايه رايكم في الدبلجه بتاعه زيتمان. هل انتوا حبيتوها؟ هل انتوا اتفقتوا معايا؟ اختلفتوا معايا؟ ايه رايكم في الاضاءه؟ ايه رايكم في الخلفيه؟ ايه رايكم في الشكل الجديد ده؟ حبيت نجرب فكره مختلفه جديده مع بعض، او ستايل او شكل مختلف شويه. ما تنسوش تدعموا الفيديو باللايك والقناه بالسبسكرايب. اهم حاجه لا تجعل مشاهده الانمي تلهيك عن واجبك الديني والدنيوي. واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.